حد معانا متخصص جدا، بس عايزه اقول لكم ان هو اجمل شخصيه عامه تقدروا تعرفوها معانا في مجال التغذيه العلاجيه. معانا النهارده دكتور احمد الغريب، استشاري التغذيه العلاجيه ورائد اعمال واجمل شخصيه عامه انا شايفاها موجوده معانا. دكتور احمد منورنا من البلكونه. ربنا يسعدك يا ميادة، والله انا مبسوط قوي بالمقدمه الجميله دي، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. لا دايما انت منورنا في كل مكان، وكفايه دعوتك جميله وابتسامتك الجميله. ربنا يبارك فيك يا رب. دكتور احمد، احنا طبعا انا وانت عندنا موضوع الصوم ده حاجه احنا بنعشقها، بس احنا عايزين نعرف حاجه في رمضان. هل الناس تصوم صيام متقطع ولا تصوم صيام رمضان اللي الناس عارفاه؟ يصوموا الاثنين. انا في ايدي ان انا اصوم صيام ربنا، لان انا كده كده ده فرض وانا هعمله. طيب، اوكي. وفي ايدي ان انا احوله لصيام متقطع، بان انا اظبط شويه حاجات صغيره، بان انا ما كترش او امنع السكريات لو عرفت. بان انا اصوم عدد ساعات كبير لو قدرت. في ناس بتفطر وما بتتسحرش. انا من الناس دي، مش شرط تبقى تمام. زيي، بس على الاقل ضم اكلك في 3 4 ساعات. مهم. حاول على قد ما تقدر تخلي فترة الصيام 16 او اكتر من 16 ساعة. مهم. وعلى حسب بقى انت اتعودت على ايه قبل رمضان. لو انت لسه داخل في موضوع الصيام جديد، مهم. حاول وربنا معاك. مشكلتنا في رمضان الاساسيه طبعا هي الفرايتيز العروض المبالغ فيها في الاكل. انا هفطر عصير السفرة وهفطر. الفظيعة اللي موجودة اه من اه أول اه يوم. واحنا شعب مضياف وطيب بطبعه، وشعب اوكي. اجتماعي، وهتفضل مصر احلى دولة في الكوكب، وهيفضل شعب مصر احلى شعب في العالم. رمضان في مصر حاجة اه تانية. والله، لا ده ده حقيقي، حقيقي. في رمضان وفي غير رمضان اه. هتفضل مصر وشعب مصر احسن شعب في العالم. اوكي. فاحنا عندنا اجتماعيات مبالغ فيها شوية، هي حلوة اجتماعيا وبتبسطنا، لكن يمكن تغذويا بتضرنا نوعا ما. مهم. الفرايتيز او التنوع اللي بيبقى موجود من اول العصير لحد التمر لحد لحد المية. اه المية اللي اعتقد احنا عندنا مشكلة معاها، ناس كتير ما بتبقاش عارفة اشرب مية ازاي في رمضان. هو اصلا ما بيبقاش عنده مكان يشرب فيه ميه، هيشرب ميه ازاي؟ احنا لو جينا للصح امتى مم. نشرب ميه، المفروض اول حاجه نبدا بيها الميه. اوكي. طبعا السنة ان احنا نكسر على تمرة. لو انت شخص طبيعي وما عندكش اي مشاكل، او ما فيش عندك ما يسمى بمقاومة الانسولين او سكر من النوع التاني، افطر مم. على تمراية واشرب مية، واستنى ربع ساعة او 10 دقايق تلت ساعة اللي هي فترة الصلاة، وبعدين ابدأ اكل. ده هيفرق معاك كتير جدا، هيريح جهازك الهضمي، هيريح قولونك، هيخليك تاكل كميات اقل، هيخليك طول اليوم حاسس ان انت فراشة مش بطة بلدي. فلو جينا للصح، المفروض اول حاجة ابدأ بيها المية. مم. بعد التمراية او قبل التمراية مم. ديبندنت على انت شخص سليم. لو انت شخص سليم خد تمراية او 3 او 5، ما مم. عنديش اي مشكلة خالص. لكن لو انت شخص بيعاني من مقاومة الانسولين، او سكر من النوع التاني، او سكر من النوع الاول، فبيبقى اوكي. لها حسابات كتير جدا.